بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم خواتاتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. كما طلبتوا مني وصفة البغرير بكل تفاصيلها بكل أسرارها كما شفتوها عندي راني جبتها لكم اليوم. نتمنى تشاهدوا الفيديو حتى للأخير وتبارطاجوا مع العائلة والأصدقاء لتعم الفائدة على الجميع. قبل ما نبدو في الوصفة تاعنا ما تنسوش تخلوا لي جيم وتعليق. لتحضير البغرير تاعي نحتاج سميد يكون نوعيه جيده، يعني يكون فيه الخيط. درت معاه شويه تاع فرينه، هنا راني مخلطه شويه سميد وشويه فرينه. اذا كنتو باغيين العبار اكزاكت ديروا 2 عبار سميد زائد عبار تاع فرينه. درت معاهم شويه ملح وخلطت مع بعض. والان نضيف مغرف نتاع خميره الخبز ومغرف نتاع السكر. والماء دافي نبدا نخلط بالفوي كما راكم تشوفوا، ونضيف في الماء الدافي بالتدريج حتى نتحصل على خليط يكون خفيف. انا كما قلت لكم ما عبرتش، درت عيني هي ميزاني، لكن اذا كنتوا باغيين العبر ما عليكم غير تخلوا لي في التعليقات ونحضر معكم الوصفه. ندير لها لايف ان شاء الله على صفحتي على الفيسبوك مطبخ منير. تبعوا، راح ندير لكم الوصفه على المباشر. فوالا كيما راكم تشوفوا خواتاتي، هنايا نبدا نخلط غير بالتدريج وبالعقل ونزيد في الماء دافي. الماء ما يكونش بارد وما يكونش حامي. وهذا البغرير ما نطيبه ديريكتومون، يعني نخلطه ونطيبه ديريكتومون، ما راحش يدي وقت للاختمار. والنتيجه كيما راكم تشوفوا ولا اروع. هذه الوصفه نخدمها من بكري وما نبدلهاش بوصفه واحده اخرى. هنا مازال الخليط تاعي راه ثقيل، خاصه شويه ما نزيده حتى نتحصل على قوام يكون خفيف. كما تعرفوا هاد العجائن والمخبوزات تاع الدار كيما بغرير كيما سفنج كيما خبز كيما بغيوش كعك، مادامك تخفي في العجينه تاعك ويخرج لك شباب وخفيف. اذا خليتي العجينه تاعك ثقيله راح البغرير تاعك يجي ثقيل. دوره خفيفه فقط، واحد 5 دقائق ولا بالميكسور. وهنايا ضفت هذا المكون السحري هو اللي يعطيه الثقوب الكبيره. درت مغرف من الخل، وراح نضيف لها كيس من خميره الحلويات ونخلطه غير دوره خفيفه بالميكسور. اللي ما عندهاش الميكسور قادر تستعمل باتور، ولا قادر غير بيدك بالفوي تعطيه دوره مليحه. فوالا هذا مكان حوالي 2 ولا 3 ماشي بزاف. كما راكم تشوفوا خواتاتي هذا هو القوام اللي لازم تكون عليه العجينه تاع البغرير باش يجي البغرير تاعكم خفيف. نجيب الان مقلاة، راني دايره هنا اون كريبيير. هاد المقلاة تخلوها خاصه غير للبغرير ولي كريب، ما طيبوش فيها حاجه واحده اخرى باش ما توليش تلصق لكم. ندير كميه من العجين كما راكم تشوفوا. في الاول النار تكون عاليه، كي نحط البغرير تاعي ويبدا يدير في الثقوب نقص لها النار ونخلي الحبه تاعي طيب على غردها. وصفه من اروع ما يكون، نتمنى ان شاء الله تجربوها في هذا الدخول المدرسي، تحضروها لولادكم. فوالا كيما راكم تشوفوا خواتاتي نقارع لها حتى نحسها طابت من التحت. كي نشوفها دات لون احمر من التحت نقلعها. وهنايا لازم نشلل المقلاة تاعي بين كل حبه وحبه، نبردها شويه نشللها من السباله ونعاود نرجعها. هذاك لو شوك تيرميك هو اللي يخلي البغرير يدير التقابي تاعه يكونوا كبار. فوالا كيما راكم تشوفوا نزيد نطيب معكم حبه واحده اخرى. وصفه ولا اسهل، ان شاء الله كاع تنجحوا فيها من اول مره. ودائما كما قلت لكم ما تنسوش بين كل حبه وحبه تعاودوا تشلوا المقله تاعكم. كما راكم تشوفوا خواتاتي ما شاء الله نتيجه ولا اروع. حتى المبتدئات راح يحضروه وينجحوا فيه من اول مره ان شاء الله. راح نكمل كميه البغرير اللي عندي كاع نطيبها بنفس الطريقه ونرجع نوريه لكم جاهز في صحن التقديم ان شاء الله. وها هو خواتاتي البغرير تاعي راه واجد في صحن التقديم. ما بقى لي غير نسقيه بشويه تاع دهان والعسل ونطيب له كاساتاي. من اروع ما يكون ما شاء الله. نتمنى من كل وحده شافت الفيديو وتجرب الوصفه وترجع لي خبر في التعليقات.
اذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنسوش تخلوا لي جيم وتعليق وبارطاجوا لا فيديو مع العائله والاصدقاء. بقاو على خير، تهلاو في رواحكم، الى وصفات اخرى ان شاء الله.